السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين يا رب تكونوا بخير. اولا الف مبروك ليكم كلكم ايا كان الكلية اللي انت وصلت لها، سواء بقى بشري، اسنان، علاج طبيعي، بيطري، تمريض، علوم صحية تطبيقية، ايا كان المكان اللي انت فيه طالما انت في المجال الطبي الف مبروك. تمام، انتوا النهارده يا رجاله زملاء اليوم. تمام، ما بقاش في بقى طلاب الامس زملاء، ما بقاش في قصدي طلاب اليوم زملاء الغد، لا خلاص انتوا النهارده زمايل في المهنه باذن الله. دي حاجة. تاني حاجة، أي حد يا جماعة الخير، أي حد من زمايلي في الكلية بديله رقمي. دي حاجة أنا متعود عليها بصراحة، بديله رقمي أول كل سنة. يعني إحنا دلوقتي خلصنا ثانوية ودخلنا كلية، كل واحد دخل الكلية الخاصة بيه، بس في ناس يحتاجوا مثلا مساعدتي عشان أنا طالب طب وكده وفي 5 وكده، ففي ناس هتحتاج مساعدتي، فأنا بسيب والله أرقامي مع الناس كلها. اللي عاوز يتواصل معايا في أي وقت، عنده مشكلة في الدراسة، بره الدراسة، أي مشكلة، أنا معاكم بإذن الله. تمام، حتى لو رديت متأخر بس أرد عليكم بإذن الرحمن. فدي كده تاني نقطة. طيب يا دكتور، تالت نقطة، بص يا سيدي، الثانوية غير كلية، غير الحياة العملية، كل حاجة مختلف. فأنا عاوزك تعمل فصل في الأمور. يعني ايه فصل في الأمور؟ يعني النهاردة أنا مش بمثل نفسي لوحدي، أنا بمثل مجال الطب لوحده. يعني كله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني النهاردة أنا قابلت واحد في الشارع، تمام، فسلمت عليه وعملته كويس واهلا وسهلا بيك وعامل ايه واخبارك. هو وقفني وكلمني، طيب انت يا ابني بتدرس في ايه؟ بقول له والله انا بدرس في كليه كذا. تمام، فهو اخذ انطباع كويس عن الكليه دي، لان الناس بتعمم، هي بتعاملك ان انت والله دكتور، فالدكاتره كلهم بيتعاملوا زيك. تمام، فلما انا اتعامل مع البني ادمين كويس، بشكل كويس او بشكل محترم، خلاص الدكاتره ناس كويسين. لما انا كمثلا ممرض بتعامل مع ناس بشكل كويس او بشكل محترم، خلاص الممرض دوت انسان محترم. فانا بعمم او الناس بتعمم الصوره على كل افراد المهنه. طبعا كل واحد بيمثل نفسه، بس انا بقول لك الحاجه اللي بتحصل. يعني يا دكتور برضو ما فهمناش، يعني احنا يا جماعه الخير عاوزين نتعامل باسلوب معين في الكليه عكس الثانويه. انت مش بس بتمثل نفسك، انت بتمثل افراد المهنه كلها. ليه؟ لما واحد بيعمل غلطه، غلطه طبيه، بيطلعوا ده الدكاتره ولاد مش عارف ايه وبيعملوا ايه وبياكلوا مال اليتيم ومش عارف ايه وايه وتجار اعضاء وحاجات زي كده. مش بيحصل؟ بيحصل. طيب لما مثلا واحد طبيب اسنان ولنقل تعامل وحش مع ولنقل عيان مثلا او طفل صغير، خلاص يبقى كده دكاتره الاسنان كلهم وحشين. فالناس بتعمم. فرقم واحد يا جماعه الخير، احنا بنمثل المهنه بتاعتنا. يعني تعامل كويس، يبقى شكل كويس، مهتم بنفسي، مهتم بتعاملاتي، مهتم بمذاكرتي، بتقن عملي، بتقن شغلي. تمام، كل ما يخص صورتك كطبيب لازم تهتم بيها. دي كده اول حاجه. طيب تاني حاجة يا دكتور، أنا مش عاوزك تضغط نفسك في أي حاجة. خلاص ضغط الثانوية ده وتنساه. أوقات هيكون متراكم عليك مذاكرة أتقل أضعاف مذاكرة الثانوية. مش عاوزك تخاف إطلاقا، دي حاجة طبيعية جدا، بس مش عاوزك تخاف. يعني إيه يا دكتور؟ يعني خلاص أنت دخلت الكلية وبتعمل اللي عليك وبتذاكر وبتسوي اللي عليك، مش عاوزك تضغط نفسك. دي حاجة أنا غلطت فيها. اهم حاجه ورقم واحد صحتك النفسيه الجسديه فوق اي حاجه بصراحه. تمام، فايا كان خلينا ناخدها قاعده. ايا كان المذاكره المتراكمه عليك، الكميات المتراكمه عليك، مش عاوزك تضغط نفسك، لان الكليه اصلا تحت عنوان الضغط. الكليه حطاك دايما في عصاك دايما تحت ضغط، فانا مش عاوزك تزود ضغط فوق ضغط نفسك اصلا او فوق ضغط المذاكره. هي كده الدنيا مضغوطه من غير حاجه، وانت هيبقى في اوقات في الكليه مش طايق نفسك، مش طايق حد يكلمك، فما تضغطش على نفسك زياده عن اللزوم. صحتك رقم واحد. تمام يا سيدنا. طبعا كان في كلام كتير بيخص المذاكره، الدراسه، ده كله حاطينه في الكورس، فهنتكلم فيه باذن الرحمن. لكن اهم حاجه الحاجات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب يا دكتور الكورس دوت هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن مقدمه للكليات الطبيه. هناخد مع بعض يعني ايه كليه طب، هناخد مع بعض الترمينولوجي، وطبعا بطريقه محترمه جدا جدا جدا، بطريقه العبد لله. تمام، هناخد بعد كده مقدمه في كل ماده، هناخد ازاي اذاكر في كليه الطب عكس المذاكره في الثانويه. كل حاجه ليها طريقتها، كل شيخ وليه طريقته، كل كليه وليها طريقتها. ده كده المحتوى بتاعنا. وبرضه هنجيب شويه اوائل في الكليه او اوائل دفعه، يعني دفعته وكده، هيكلموكم شويه باذن الله برضه في المذاكره. هنوضح كل حاجه برضه فيما يخص مسار الطبيب بعد التخرج، وهنوضح برضه البحث العلمي اهميته بنعمل بايه، عباره عن ايه، عاوز اشارك في البحث العلمي اعمل ايه، كل حاجه تخص البحث العلمي. ده كده محتوى الكورس بتاعنا. طيب يا دكتور، هل اخده كمحتوى اللي هو بذاكره والموضوع بقى ضغط والحد انا راكمت محاضره الدكتور ياسين زي ما كنا بنعمل في الثانويه؟ لا، انا مش عاوزك تضغط نفسك اطلاقا. تمام، انت يا باشا هتقعد معايا نص ساعه، يومين في الاسبوع بالظبط، يومين في الاسبوع نص ساعه، ده اقصى حاجه خالص. يعني مثلا ولنقل النهارده معايا
محاضره نص ساعه، هي مش محاضره نص ساعه، عباره عن 3 دروس كل درس 10 دقائق. تمام. طيب مثلا يوم الخميس ولنقل مثلا ايه، نخلي محاضراتنا اثنين وخميس، الجدول هيكون معاك اصلا. ولنقل مثلا محاضره يوم الاثنين والخميس، الاثنين نص ساعه والخميس نص ساعه، يكون ينزل لك كل يوم فيهم كام درس. تمام. فالمطلوب منك بكل بساطه، ماشي، بدون اي ضغط خالص، بدون اي تراكمات، بدون اي مذاكره ولا اي حاجه خالص، هتسمع المحاضره اللي انا بشرحها لك. تمام. دي حاجه. تاني حاجه، بعد ما تخلص تقرا الPDF او تقرا الكلام الPDF اللي احنا مظبطينه ليك. بس كده، ده المطلوب منك. يبقى انا بسمع المحاضره كقصه، تمام، او الدرس، هو مش محاضره والله، هو دروس صغيره، الدرس كقصه، و بعد ما اخلص الدرس دوت معايا وكده، اروح على طول ايه اقرا. بس كده، ده كل المطلوب منك، ولا بقى ضغط ولا مش عارف ايه، لا، انت طول اليوم يا باشا اعمل اللي انت عاوزه. المغرب او بعد المغرب ينزل لك الفيديو بتاعك او الدروس بتاعتك، تسمعها في نص ساعه بالظبط، ماشي، ولو متسرعه لك انها تاخد منك اقل من كده، وتقعد تقرا معايا بعد كده ايه الكلام اللي احنا اخدناه. ده كده بكل بساطه النظام بتاعنا. طيب دي حاجه. اخر حاجه برضو عاوز اقول لك ان انت تقابل في طريقك مشتتات وعقبات، وناس بتصبط من الكليه بتاعتك، وناس بتقول يعني اقول لك حاجه خاصه الموضوع دوت ايه البنات. واحده ممكن تقابلك يعني ايه، بتسال عليك اللي هو مثلا ايه فرصه جواز او حاجه، فتقول لها والله ايوه انا بتقول لي كنت في كليه ايه؟ ايوه والله يا حاجه انا في كليه طب. انت من الناس اللي بيقعدوا 7 سنين والكليات ايام ويعملوا كده. تمام. وانت برضه كولد نفس الكلام، ايوه ده انت لسه قدامك يا راجل 7 سنين وجيش وتكليف، ده انت ربنا معاك، ده احنا نكون خلصنا واتجوزنا وخلفنا. يا عم ماشي، انت ربنا يسهل لك، انا عارف طريقي كويس، انا راسم طريقي كويس، وعارف بعد كام سنه هكون اعمل ايه بالظبط، وهكون فين بالظبط، سواء ولد او بنت. فانت مالكش دعوه باي مشتتات، اي تظبيطات، اي احباطات. الكليه ضغط، الكليه ضغط. اللي داخل الكليه عشان المظهر الاجتماعي يسيبها، اللي داخل عشان ان هو فعلا حابب المجال وحابب يتعلم الطب وحابب يخدم الناس وحابب يبقى حاجه كويسه في المستقبل، ادخلها يا باشا. لكن ما تبصش اطلاقا لكلام الناس. ماشي. هيكون في طبعا محاضره كامله او دروس كامله عباره عن ازاي اتعامل في كليات الطب، ازاي اذاكر في كليات الطب، ازاي اختار صحابي، حاجات زي كده برضه هنتكلم عنها. ماشي. والمواضيع اللي مش هنتكلم عنها زي الصحاب والحاجات دي في الكورس، لان ما تخصكاش قوي في الكورس، هنتكلم عنها باذن الله على القناه بتاعتنا. في قناه عاملها تحديدا لطلابنا او زمايلنا في المجالات الطبيه. تمام. ازاي اذاكر، ازاي اتعامل، ازاي اشتغل جنب الدراسه، لو مثلا في حالات معينه انترستنج شويه نتكلم فيها، حالات طبيه يعني معلومات طبيه مهمه نتكلم فيها، تبقى باذن الله زي البيئه بتاعتنا ان احنا بنحاول فيها نساعد بعض. ماشي. نعرف الكلام ممكن يبان بالنسبه لك عشوائي، عذرا ممكن يبان بالنسبه لك عشوائي، لكن ده كبدايه الفرشه بتاعتنا لازم ايه نكون فاهمينها. ماشي. دي حاجه. اخر حاجه، احنا يا جماعه الخير عاوزين نمثل نموذج محترم. يعني نموذج محترم والله انا مش كلام الناس العواجيز والناس ال50 سنه، انا شاب زيك يا بابا، وشاب بشتغل وشاب بدرس، والحمد لله محافظ يعني على دينتي لحد ما. الدنيا ضغط بس الحمد لله ايه يعني، انا اظن ان انا بحاول اعمل حاجه كويسه. فعشان كده بحاول برضه اوصل لك رساله ايه مهمه. انت ممكن اوقات في الاول هتنخدع بنماذج معينه. يعني ايه؟ هو حلو الصور، وان انا اتصور بالبلطو، وان انا اتصور يعني وانا بعمل حاجات معينه وبصور حاجات معينه في الكليه وحاجات زي كده، دي جميله وانا شخصيا بعملها. لكن خلي بالك، في نماذج في الكليه كويسه وفي نماذج وحشه. في نماذج في الكليه هدفها ان هي تساعدك علميا، مذاكره، ان انت تطور من نفسك، صحبه بتهون عليك، صحبه بتساعدك تطور من نفسك. يعني في نماذج في الكليه كويسه، وفي نماذج بتعمل حاجات جنب الدراسه محترمه جدا، وفي نماذج تانية هتشدك للحاجات الوحشه. فانت خلي بالك، انت عندك دوت وعندك دوت، وانت اللي بتختار. سواء انت خلي بالك ولد او بنت، الكلام مش ولاد بس، الكلام الناس كلها. في نماذج وحشه من هنا ومن هنا، بس برضه هتلاقي نماذج حلوه هنا وهنا. فاوعاك تنخدع بالسوشيال ميديا. هتلاقي في ناس بتقدم كل محتواها، ايوه انا في كليه الطب بقدم ايه؟ بقدم هلس. طيب انا كده اعمل ايه بالهلس دوت؟ هل هفيد المريض بالهلس بتاعي؟ لا. هل هفيد زمايلي بالهلس بتاعي؟ لا. هل هفيد اي حد بالهلس بتاعي؟ لا. طيب بقدم ايه محترم مثلا، معلومه طبيه مثلا؟ لا. طيب بعمل ايه؟ انا قدوه، بس انا مش بقدم فعلا اي حاجه للناس، مش بقدم اي حاجه. فانا عاوزك خلي بالك، الضحك برضو مهم، احنا برضو بنهزر وبنضحك مع بعض في اوقات كتير، وبقعد مع اصحابي بنهزر وكل حاجه، بس ما يبقاش كل يعني معرفه الناس بيك ان انت واحد هلاس. انا بقول لك خليك انسان كويس، يعني شويه كده وشويه كده، كلنا بنهزر وكلنا بنضحك وكلنا بنقعد وبنفرفش وكل حاجه، بس ما يبقاش النموذج اللي انت واخده قدوه بالنسبه لك النموذج الهلاس.
يعني انت لا مؤاخذه مش اراجوز، انت دكتور يعني انسان كويس، يعني قدامك فرصه انت تكون اي حاجه انت عاوزها، يبقى معاك فلوس، يبقى معاك علم كويس، تبقى بتنفع الناس. انت اتحطيت في مكان في ناس اتحرمت منه، في ناس كانت تتمنى ان هي تكون في المكان دوت. وصلت الفكره ازاي؟ انت بقيت في المكان دوت وربنا اداك الفرصه في المكان دوت. اول حاجه نحمد ربنا، تاني حاجه نستغل ان احنا في المكان دوت ونجيب اخرنا فيه. يعني ايه؟ كل واحد فيكم عامل زي الجوهره، جوهره عندها قدرات جباره، بس محتاجه حد يطلع القدرات دي. فانت هتجتهد وتشد حيلك وتطلع القدرات دي كلها، وربنا يكرمكم باذن الله. تمام يا سيدنا، انا كده خلصت اللي عندي فيما يخص المقدمه. ندخل بقى في الجدول بتاعنا. طيب يا دكاتره، باذن الله ندخل مع بعض في الجدول بتاعنا باذن الله. وزي ما انا معودك كل حاجه بنظام، يعني احنا ماشيين والله على 1 2 3 عشان نوصل في النهايه للنتيجه اللي احنا عاوزينها. يبقى اهم حاجه النظام بتاعنا، النظام بيحل كل حاجه. لو انت واحد عندك الموهبه وعندك القدرات بس مش منظم نفسك، مش منظم افكارك، مش تعمل حاجه. لو انت واحد نص ونص، نص كم يعني، بس منظم نفسك ومنظم افكارك، هتحقق كل حاجه. فالفكره كلها في النظام. تعالى بقى ايه نشوف السيستم بتاعنا او النظام بتاعنا. بص معايا يا سيدنا، اول حاجه والحاجه اللي عامله مشاكل الناس كلها الترمينولوجي، المصطلحات الطبيه. ماشي، انا قاعد طبعا معاك على المواضيع كلها، بعد كده ايه هناخدها درس درس، ايه نعرف هو عباره عن ايه وبيعمل ايه. اول حاجه معانا او اول توبيك معانا او يعني موضوع كبير معانا الميديكال ترمينولوجي، حاجه اسمها المصطلحات الطبيه. انت عندك في الطب في مصطلحات لاتيني، في انجليزي، في حاجات ايه لسه اول مره تشوفها، اول مره تتعامل معاها، فدي هنوضحها كلها ونوضح تركيب الكلمه الطبيه عباره عن ايه، كل كلمه بتمثل ايه، بتعمل ايه. طيب ولنقل مثلا بتكلم عن الجهاز العصبي، ففي مصطلحات خاصه بالجهاز العصبي. طيب في مصطلحات خاصه بالقلب والاوعيه الدمويه، في مصطلحات خاصه بالجهاز التنفسي، في مصطلحات خاصه بالجهاز الهضمي او الجي اي تي، في مصطلحات خاصه بكل جهاز او سيستم عندنا في الجسم. بحيث لما ادخل الكليه بقى واسمع الكلمه، لان الدكتور مش هيستنى عليك، الدكتور هو كده كده بيتعامل مع اللي قدامه انه محضر ماجستير ودكتوراه. فلما اقعد في الكليه واسمع الكلمه من الدكتور، خلاص ما بقاش قاعد ايه فاتح بقي. انا كنت قاعد زيك والله اول اسبوع فاتح بقى مش فاهم اي حاجه، لان محدش وفر لي الحته دي. تمام. فده اللي احنا هنوضحه في الميديكال ترمينولوجي، ان انا بقى قاعد بسمع الدكتور وفاهم هو بيقول ايه بالظبط. ماشي يا سيدنا. طيب بعد كده معانا انترودكشن تو اناتومي، مقدمه في علم التشريح. اعرف التشريح بدايته كانت عامله ازاي، طيب التشريح ده ايه لازمته، طيب ايه الاساسيات بتاعته، ايه مستويات التشريح، ايه الاتجاهات، ازاي ارسم علاقه او ازاي اعمل علاقه بين عضو وعضو تاني في الجسم، يعني حاجات زي كده. ده التشريح بالنسبه لنا بشكل مبسط خالص. تمام يا سيدنا. طيب معانا بعد كده مقدمه في علم الوظائف، حاجه اسمها انترودكشن تو فيسيولوجي، علم الوظائف الحيويه. فيسيولوجي هو نفسه علم الوظائف الحيويه. انت اخدت التشريح، هتاخد معاه الفسيولوجي. التشريح والفسيولوجي لا ينفصلان. لو انت معاك مكنه، المكنه بتعمل وظيفه معينه، بس المكنه عباره عن حاجات معينه، مش عارف تروس وحاجات معينه ومسامير وحاجات زي كده، بتجمعها كلها، ده اسمه التشريح. ان انا شرحت ايه مكونات المكنه والجهاز دوت، عباره عن ايه الجهاز دوت، طيب الجهاز ده بيعمل ايه، ده علم الوظائف الحيويه. وصلت الفكره ازاي؟ يبقى انا مين؟ انا دكتور ياسين، جسمي عباره عن ايد ومش عارف ايد ورجل ورجل وبطن وظهر وصدر وحاجات زي كده وراس ورقبه وحاجات زي كده، ده علم التشريح. طيب انا كياسين بعمل ايه او جسمي بيعمل ايه، ده علم الفسيولوجي. وصل الفكره ازاي؟ علم الوظائف الحيويه، من اسمه الوظائف الحيويه، يعني الوظيفه اللي الجهاز الحيوي اللي هو الجسم يعني او الكائن الحي بيعملها. تمام. بنتكلم طبعا عن فسيولوجي الانسان، مالناش علاقه ايه بالبكتيريا والكلام دوت. طيب بعد كده يا دكتور معانا حاجه اسمها الهيستولوجي. يعني ايه هيستولوجي؟ يعني علم الانسجه او علم الخلايا. قولها زي ما تقولها، هناخد الخليه ونعرف هي عباره عن ايه بالظبط وبتعمل ايه، المكونات بتاعتها. طيب الدكاتره هيقولوا الفاظ ايه، هناخد الالفاظ بتاعت الهيستولوجي برضو، حاجات زي كده. تمام. طيب بعد كده معانا باذن الله موضوع مهم جدا جدا جدا، study skills for medical student. مذاكره الثانويه حاجه والمدرسه حاجه ومذاكره الكليه حاجه تانية خالص. كل شيخ وليه طريقته. تمام. واحنا لنا طرقنا في المذاكره في الكليات الطبيه. فانا اقول لك باذن الله ازاي تذاكر والقصه دي كلها والمصادر بتاعتنا وكل حاجه. طيب اخر حاجه محتوى اضافي، عندك طرق الطبيب بعد التخرج، دي برضو لازم نبقى عارفينها، لان الحاجات اللي انا كنت اتمنى اعرفها ان انا اعرف نظامي وانا داخل الكليه هيمشي ازاي. في ناس على فكره اقول لك حاجه، دي حاجه مش كل الناس عارفينها، في ناس بتخلص ال5 سنين كليه ايا كان بقى، لو انت بشري او اسنان، وتبقى في امتياز ومش عارفين بيعملوا ايه ومش عارفين هيختاروا ايه ومش عارفين هينظموا حياتهم ازاي، سايب الدنيا بتمشي ايه زي ما هي كده. الدكتور علي حسين كان بيقول لنا بص على السنه من فوق. انا مش بس عاوزك تبص على السنه من فوق، بص على سنين حياتك من فوق، شوف انت عاوز تعمل ايه. طبعا مش هتوصل لاجابه من اول يوم ومش من اول شهر وممكن مش من اول سنه، بس خلي دايما في دماغك ان انا والله عاوز اوصل لكذا، او بحاول احدد هدف معين وابقى عارف الطرق كلها.
كل الطرق المتاحه ابقى عارفها، بحيث بعد كده والله انا حسيت نفسي مناسب في المكان دوت، فاحط مجهودي كله بقى في المكان دوت، ما بقاش بضيع وقت في حاجات مالهاش لازمه بالنسبه لي، او حاجات مش هتفيدني انا كياسين في مستقبلي، او انا كدكتور مش عارف في مستقبلي. وصل الفكره ازاي؟ فطرق الطبيب بعد التخرج برضو ايه معانا. واخر حاجه البحث العلمي واهميته للطبيب، ده برضو من الحاجات المهمه ايه بالنسبه لنا. تعالى بقى نعدي عليهم سريعا موضوع وافهمك ايه الزيتونه فيما يخص الكلام دوت. بص يا سيدنا، اول موديول معانا، بص خلي بالك في الكليه انت عندك الحاجه اسمها موديولات، مش عارف انت بتسميها ايه في الثانويه، زي الفصول عندنا يعني بنسميها موديولات. يعني مثلا الموديول ده عباره عن ايه؟ شهرين بيكون فيه شهر او شهرين بيكون فيه محتوى معين في مواد معينه بتذاكره وتمتحن عليه، ده الموديول. يعني الكم اللي انت هتمتحن عليه كل فتره ده بنسميه موديول. ولنقل مثلا معانا موديول فيه تشريح وفسيولوجي ومش عارف وهيستولوجي وبايوكيمستري، ده كده ايه على بعضه موديول معين لفتره معينه بذاكر كيمياء معينه وامتحن عليه، ده معنى الموديول. فاحنا معانا الكورس بتاعنا برضه عباره عن ميني موديول، يعني موديول صغير كده. تمام. اول حاجه معانا يا سيدنا، انا عاوزك ايه تقول لي الف مبروك بقى على السبوره، وربنا يكرمنا ويبارك لنا فيها باذن الله ونعمل بيها حاجه كويسه. اول موديول معانا، وبرده خلي بالكم دي اول مره في قدام السبوره. يعني ايه يا دكتور برده؟ يعني لو انت عندك تعديل عليا، او مثلا عاوز نعدل في وضعيتي، عاوز نعدل في الاضاءات، اي حاجه تحسها فيما يخص الشكليات والكلام دوت، او الحاجه اللي تظهر المحتوى بافضل شكل، قولها يا باشا ولا يهمك، انا بعمل ده كله عشانك. انا خليت الكورس دوت مبلغ رمزي عشان خاطر ان هو بياخد من وقتي بس. لو ما كانش بياخد من وقتي كنت خليته مجاني بالكامل، لكن هو واخد من وقت اجازته وقت الثانويه، فده اللي خلاني ايه احطه باشتراك رمزي. لكن كل حاجه انا بقدمها عشانك. فانت يا باشا حسيت اي حاجه مش ماشيه معاك، الكلام مش واضح بالنسبه لك، انا هكبره لك اهو. لحظه واحده، انا هكبر لك الكلام اهو. بس اي حاجه تحسها مش مظبوطه او تعديل معين في الشكل بحيث ان هو يطلع لك بافضل حاجه، ما فيش مشكله خالص. انا بسمع الناس كلها وارقام معاكم كلكم، بس ما حدش هيقرا بره الجروبات، او ما حدش ادى الطلاب الثانويه يعني. تمام. طيب ندخل بقى على الشغل بتاعنا. اول موديول معانا يا سيدنا الميديكال تيرمينولوجي، المصطلحات الطبيه. زي ما قلنا انت تاخد مصطلحات لاتيني وغير لاتيني وانجليزي، ودراستك كلها تكون ايه بالانجليزي. فيهمني ان انت تكون داخل هاضم الحته دي تحديدا. عارف لو هتطلع من الكورس بالحته دي بس، انا هكون مبسوط بيك. الحته دي وحته مذاكره الكليات الطبيه انا هكون مبسوط بيك. فاول عنوان معانا او عاوزك تعرف برضو ان المصطلح الطبي عباره عن حاجه اسمها البادئه، يعني الحاجه اللي ببدا بيها المصطلح الطبي، البادئه او بقى البريفكس. ما احنا اتفقنا يا جماعه الخير هنقول اللفظ بالعربي وبالانجليزي. في بادئه في المصطلح الطبي. طيب بعد البادئه يا دكتور معانا حاجه اسمها الروت او جذر المصطلح الطبي، يعني اصل المصطلح الطبي، الكلمه الاهم في المصطلح الطبي. وصل الفكره ازاي؟ يبقى في بادئه دي الكلمه اللي ببدا بيها المصطلح الطبي، في روت ده مركز الكلمه الطبيه او مركز المصطلح الطبي. طيب في حاجه اسمها ايه؟ لاحقه او السفكس، الحاجه اللي بتيجي. لحظه واحده، انا برضه رجاله تكنولوجيا. تمام. معانا حاجه اسمها السفكس. لو الكلام يحتاج خط صغير بقول لي ماشي، عادي. يبقى احنا معانا البادئه والبريفكس، معانا الروت اللي هو جذر الكلمه. انا طبعا ما ناقش الكلام ده كله وهنشرحه، بس انا بوضح لك هتاخد ايه. ومعانا حاجه اسمها السفكس او اللاحقه. ماشي يا دكتور، هل احفظ الكلام دوت واقعد احفظه واذاكره واضغط نفسي؟ لا، اسمع الكلام قصه افهمه. بادئه الحاجه اللي ببدا بيها الكلمه. يا جماعه الخير، ما انتوا عارفين انا بفهمكم كل حاجه يا جماعه. بادئه الحاجه اللي ببدا بيها الكلمه. الروت اصل الكلمه. انا واحد قاعد انا دكتور ياسين، انا مركز الشغل، انا اللي بوصل لك المعلومه، يبقى انا الروت. تمام. يبقى المشترك بين الكورس دوت كله ان دكتور ياسين اللي بيشرحه، فخلاص ده الروت بتاعنا. طيب السفكس ده اللاحقه او الكلمه اللي جايه في اخر ايه المصطلح الطبي، يبقى ده اهم ما يخص المصطلحات الطبيه. يبقى احنا كده يا دكتور عرفنا ايه؟ لحظه نغلي الكلام دوت بقى. يبقى احنا كده. طيب بص يا دكتور، مثلا لما اقول لك عشان برضو ايه تفهم، انا كده هشرح الكلام ده بالتفصيل ممل، كل درس فيه الشغل بتاعه، ولكن اقول لك مثال صغير. ماشي. لما اقول لك مريض الضغط او مرض الضغط اسمه ايه؟ هتقول لي يا دكتور الضغط. لا، احنا اتفقنا بقى عندنا ايه مصطلحات طبيه وكلام طبي وكلام انجليزي عشان ايه نبقى انسان يعني بني ادمين فاهمين ودكاتره فاهمينه كده. عندنا يا جماعه مرض الضغط اسمه هايبر تنشن. هايبر ايه؟ هايبر تنشن. انا جبت لك لفظ سهل ايه عشان نعرف نتعامل معاه. يعني ايه يا دكتور هايبر تنشن؟ بص معايا يا سيدنا. هايبر دوت
هنقسمه ايه لجزئين، جزء هايبر وجزء ايه تنشن. عارف لما يبقى واحد كده ايه مش على بعضه، اللي هو اظبط يد انت مالك كده، انت مهايبر ليه؟ تمام، هايبر يعني ايه الحاله بالزياده شويه. لما تكون الحاجه بالزياده بنقول ايه هايبر. تمام، هايبر تنشن يبقى ايه اسمه دوت يبقى الضغط عالي. تنشن يعني الضغط، لما اقول لك والله ده انا عليا تنشن سيبني الفتره دي ما تكلمنيش، تنشن يعني ضغط. فهايبر تنشن يعني الضغط عالي. تمام، لما اقول لك مثلا هايبر، حلو، هايبر جلايسيميا، انت اللي هتقول لي، انا اساعدك وانت اللي هتقول لي. هايبر جلايسيميا هتقول لي يا دكتور انا اقسمها الهايبر وجلايسيميا. هايبر يعني ايه؟ يعني عالي، يبقى الحاجه ايه بزياده. طيب جلايسيميا انا هساعدك بس انت اللي هتقول. تمام يا دكتور جلوكوز، انت عارفه جلوكوز. تمام، الجلوكوز اللي هو السكر الجلوكوز. تمام، فلما السكر يزيد بقول عليه ايه؟ هايبر جلايسيميا. تمام، يبقى ده ايه؟ هايبر. لما اقول لك مثلا ايه هايبو يعني الحاجه ايه؟ واقع مني خالص، مستوى الحاجه واقع مني. هايبو تنشن الضغط واطي، هايبو جلايسيميا السكر واطي. وصل الفكره ازاي؟ طبعا هاخد ايه كل ده بالتفصيل، ولكن مجرد بقول لك ايه مثال. يلا بقى نكمل مع بعض. احنا كده خلصنا البريفكس والروت والسافكس. طيب يا دكتور لما نخلصهم هنعمل ايه بقى؟ نبدا ناخد بعد كده اسمه ايه دوت الكلام اللي احنا او القاعده اللي احنا اخدناها بس على واسع شويه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دلوقتي انا معايا اجهزه في الجسم، معايا ولنقل مثلا ايه الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عباره عن مش عارف مخ، تمام، حبل شوكي وشويه اعصاب. ماشي، الجهاز العصبي فيه الفاظ خاصه بيه، في مصطلحات طبيه خاصه بالجهاز العصبي، تخص الجهاز العصبي هتسمعها في الكليه. فدي انا وظيفتي ان انا اوضحها لك. والله الجهاز العصبي هناخد فيه كذا وكذا وكذا. وخلي بالك، فاكر لما كنا بنقول في البادئه وفي الروت ومش عارف وفي اللاحقه كان في لفظ كذا هنطبقه على الجهاز العصبي. تمام، نفس الكلام برضو بالنسبه للقلب او جهاز القلب الاوعيه الدمويه اللي هو السي في اس. طبعا ايه هقول لك كل جهاز اسمه ايه بس في وقتها، كل حاجه في وقتها. افهم الكلام معايا وخلاص، ما تحفظش اي حاجه دلوقتي، انا بس بشرح لك النظام. مثلا الجهاز اسمه دوت القلب والاوعيه الدمويه السي في اس عباره عن قلب بيضخ الدم واوعيه دمويه. تمام، هناخد الفاظ برضو خاصه بيه، وهكذا الجهاز الهضمي والجهاز المناعي وجهاز الاندوكراين اللي هو الغدد الصماء اللي انت اخدته في الثانويه وغيره وغيره وغيره. وصل الفكره ازاي؟ فاحنا نطبق القواعد اللي احنا اخدناها على ايه؟ على اجهزه الجسم. طيب بعد كده برضو معانا اختصارات طبيه شائعه، دي طبعا يعني الاقل في الاهميه شويه، لان كده كده بتاخدها بالديفيوجن. المعلومات دي كلها او الاختصارات بتعرفها بالديفيوجن. انا والله كدكتور ياسين بتعامل كل يوم بمصطلحات معينه، فوفرت على نفسي وعملت لها اختصارات. هايبر تنشن بدل ما تقول هايبر تنشن لا اهو سهله خالص، ده الهايبر تنشن. طيب مرض السكر دايابيتس ميليتس، خلاص بقى يبقى دي ام دايابيتس ميليتس. يبقى انا بعمل اختصارات للالفاظ ايه المبقلظه والالفاظ المعقده، بعمل اختصارات طبيه. فدي برضو ايه تعرفها، تبقى بالنسبه لك ايه زي الكريزه على التورته، لكن مش هي الاساس. كده كده هتاخدها بالديفيوجن، المعلومه تدخل لك بالانتشار من كتر التعامل بيها. طيب بعد كده معانا تطبيق عملي على الشغل بتاعنا. طبعا كل موديول هناخده عليه ايه تطبيق عملي، ده الترمينولوجي خلصناه. ادخل بعد كده يا محترم على الاناتومي. اهم حاجه تعرفها لي في الاناتومي، هتعرف حاجه اسمها اتجاهات الجسم. تمام، هتعرف حاجه اسمها المستويات التشريحيه، دي برضو هناخدها. والله في مستوى مثلا بقص الجسم ايه من النص، بقسم الجسم نصين. في مستوى بقصه بالعرض، تمام. في مستوى بقصه بالمنظر دوت، تمام، يعني مش كده لا كده، بقطع الانسان ايه شرايح. تمام، فدي كلها مستويات ايه، وكل مستوى ليه اسم خاص بيه. وهناخد برضو نظره سريعه على اجهزه الجسم، يعني مكونات الجسم. ماشي، الجسم اسمه دوت الجهاز دوت عباره عن ايه. طيب بيعمل ايه بقى، ناخدها في الفسيولوجي. يبقى دي نظره سريعه برضو على اجهزه الجسم. واخر حاجه تطبيق عملي، وانت ايه اللي هتحله، يعني زي كويزات كده يا جماعه الخير انتوا بتحلوها. ماشي، وانا بطبق معاك برضو ايه تطبيقات عمليه، انا اللي بتكلم فيك معاك او فيها معاك يعني. طيب بعد كده معانا الفسيولوجي، نفس الكلام برضو، علم الوظائف الحيويه. ايه هو؟ ماشي، وبيعمل ايه واهميته ايه. وناخد مثال عليه الهوميوستيزيس. حد يا جماعه يعرف يعني ايه هوميوستيزيس؟ اظن شرحتها في الثانوي. هوميوستيزيس معناها الحفاظ على بيئه الجسم الداخليه.
لو انت فاكر كنا اخدين في الاندوكراين، لو انت لغات او عربي اللي هو جهاز الوظائف الصماء، حاجه اسمها الحفاظ على بيئه الجسم الداخلي. يعني ايه؟ الحفاظ على نسب الميه في الجسم، هي ولا تزيد ولا تقل. الحفاظ على الصوديوم، الحفاظ على الكالسيوم، الحفاظ على مش عارف مستويات الجلوكوز، الحفاظ على المغنيسيوم، الحفاظ على البوتاسيوم، كل دوت اسمه الهوميوستاسيس. هوميو جايه من هوم او البيئه الداخليه، تمام. ستيزيس معناها ثابت، ستيزيس معناها ثبات، ماشي. ستيزيس اللي هو الحاجه ثابته، تمام. وهوميو اللي هو زي ما قلنا ايه البيئه الداخليه او الجسم. فهوميوستاسيس الحفاظ على البيئه الداخليه للجسم، وامثله عليه، تمام. ده برضو ايه هناخده. طيب بعد كده معانا يا سيدنا وظائف اساسيه في الجسم: الهضم، التنفس، القلب والدمويه بيعملوا ايه، المناعه بتعمل ايه، حاجات زي كده، كلام جنرال خالص. يعني دي الماده انت ممكن تبقى مذاكر اناتومي وفسيولوجي وبايوكيمستري يا راجل بجلة ادراع، ومذاكر باثولوجي وميكروبيولوجي وباراسيتولوجي، وتيجي عند الهيستولوجي دي تديك على قفاك. ليه بقى؟ لان دي ماده رخمه والناس بترخم فيها، ودي اللي بتنقص الناس. عذرا يا شباب، كان في حد بيرن فقطع التسجيل. فاحنا كنا بنقول دي الماده اللي هتديك ايه على قفاك لو انت مش مصحصح ليها. هي ماده سهله بس حاول ايه ما تاجلش في المذاكره بتاعتها، لان دايما كان مشكلتي ان انا التاسكات الصغيره بسيبها للاخر. يعني مثلا في الهيستولوجي انت كده كده بتاخد مثلا كل يوم اناتومي فيسيولوجي، ولو انت عندنا في الكليه مثلا اناتومي فيسيولوجي بايوكيمستري. الهيستولوجي بتاخد مثلا كميه معينه، لا تلاقي نفسك ماجلها ليوم الجمعه والسبت، اللي هو ايه انا دماغي رايقه اقعد اذاكرها. لا انا مش عاوزك كده، انا عاوزك تاخد حاجه في الماده الرخمه دي تقعد تذاكرها على طول. عارف والله ان هم يدوك تفاصيل مالهاش لازمه وحاجات كتير ايه حواشي وحاجات مالهاش لازمه، بس معلش ايه نستحمل الماده سنه ولا سنه ونص ولا حاجه ونخلص منها على خير، ماشي. ده كده ايه الهيستولوجي. فالهيستولوجي خلي بالك مش بصعب عليك، الهيستولوجي سهل جدا بس اسمع حد صاحب، يعني حد بيفهم فعلا المعلومه والمصادر والقنوات وكل حاجه اوضحها لك. فاحنا هناخد ايه بقى عامه؟ هناخد مكونات الخليه، حلو. هناخد الفرق بين الخليه الحيوانيه والبكتيريه، وهناخد دوره حياه ايه الخليه. برضو لو انت فاكر كنا بنقول ان في حاجه اسمها انقسام ميتوزيس، انقسام مايوزيس، في حاجه اسمها لايف سايكل، سيلولار لايف سايكل، دوره حياه الخليه. ده برضو ايه هنوضحه وهناخده. واخر حاجه تطبيق عملي برضو، تمام يا سيدنا. طيب بعد كده معانا ستادي سكيلز، الموديول اللي عليه الدور ستادي سكيلز فور ميديكال ستودنت. اول حاجه والسؤال الاهم: ازاي يا دكتور اذاكر وارتب على الدفعه؟ هتلاقي ناس بتسال السؤال ده. بص انا بحب اصيغه بشكل افضل، بشكل غير تجاري، يعني بشكل غير رنان. انت ما تقولش ازاي ارتب على الدفعه وازاي مش عارف اعمل كذا وازاي اجيب كذا وازاي اجيب امتيازات في دكتور والكلام دوت، لا. انت قول لي ازاي اذاكر الماده دي او ازاي اذاكر في الكليه، وكل حاجه بعد كده تيجي لوحدها، الامتيازات والترتيبات وكل حاجه توفيق من ربنا، بس انت ايه تذاكر صح. فخلي السؤال بتاعك ازاي اذاكر صح، تمام يا سيدنا. ما تشغلش بالك بقى بترتيب ومش ترتيب وامتياز ومش امتياز. انت هتذاكر هتلاقي نفسك ايه بتجتهد لوحدك وربنا بيكرمك وتجيب امتياز وترتب وكل حاجه، تمام. احنا بس مجرد بنقول لك تريكات هتساعدك في المذاكره بحيث ان ربنا يوفقك، لكن ما تخليش شغلك شاغل يا دكتور عاوز ارتب على الدفعه. انا ممكن ابيع لك الكلام برضه، ابيع لك الهوا في اكياس، ما انت عارف ان انا بعرف اتكلم وبعرف ابيع برضه، بس ما اعملش معاك كده. انا مش عاوز اكون زي الناس اللي بتعمل معاك كده، لا. انا بقول لك ذاكر وركز ازاي ان انا اعلي مستواي وازاي اذاكر احسن او بشكل افضل فعال اكتر، تمام. وكل حاجه بعد كده ايه هتيجي لوحدها، لكن ما فيش عصايه سحريه اللي هو ابرا كدبرا هتخليك ايه رقم واحد على الدفعه. ده كله توفيق من ربنا، تمام. انا هقول لك حاجه، زميلي والاول على الدفعه ما شاء الله عليه ربنا يزيده ويبارك يا رب، ومش هقول اسمه طبعا عشان يتحسد وكده، هو الاول على الدفعه بس هو اصلا محول من صيدله، تمام. فربنا رزقه وربنا كرمه ان هو بيعرف يذاكر وان هو بيعرف يجمع المعلومات، بيبص على المعلومات بيفتكرها وحاجات زي كده، تمام. في العكس ناس تانيين كانوا شاطرين في الثانويه بس ايه ما اجتهدوش في الحفظ في الكليه، فما بقوش اللي هم ايه الاوائل، ما بقوش اللي هم رقم واحد، تمام. فده كله بيكون توفيق ورزق يعني، ماشي. المشكله مش فيك او المشكله مش فيه، ده كله رزق زي اي رزق في الدنيا. لكن شغلك كطبيب لا، ده باذن الله معتمد على اجتهادك. عارف لو انا جبت قرد حرفيا وقعدت علمت والله انت النهارده هتعمل كذا وقعدت اكرر هتعمل كذا كل يوم هتعمل كذا هيبقى دكتور شاطر. بقول لك انت بني ادم يعني ايه هتتعلم كده هتتعلم، وكده مع الوقت والتدريب هتتعلم.
لكن حته الحفظ دي ايه؟ دي اللي بتكلم فيها ان هي موهبه، وان هي يعني ايه، احنا بنحاول نحسنها وكل حاجه، وفيها تريكات بتحسنها، بس برضو ربنا مديك مواهب في حتت ومواهب يعني، واخد منك حاجات في حتت تانية، او انت عندك نقط قوه ونقط ضعف. مثلا انت نقطه قوتك التحليل، الكلينيكال اناليسيز، ماشي، تحليل الطب، تعرف تشوف الحاله كده ايه وتسترجع معلومه كده. في واحد صاحبك تاني لا هو شاطر اكتر في حته الحفظ، فده كله ايه؟ رزق ربنا مديك هنا ومديك هنا. تمام. طيب هناخد باذن الله ازاي تذاكر وترتب على الدفعه. ماشي، هناخد مصادر مهمه سواء قنوات او يوتيوب. بكلم يعني دكاتره مصريين. لحظه ايه يا ولاد، لحظه واحده يا رجاله. زي ما قلنا هتاخد ازاي ايه تذاكر وترتب على الدفعه. بعد كده مصادر مهمه سواء بقى قنوات دكاتره مصريين، ان المصري احسن واحد بيشرح المعلومه، خدها قاعده كده، المصري احسن واحد في العالم بيشرح المعلومه. او يوتيوب اللي هو بقى قنوات طبيه بشكل عام، انجليزي بقى واجنبي وكده. مثلا في قنوات بتوضح المعلومه بشكل كويس، بتوضح الحاجه على 3 دي، بتوضح الحاجه على انيميشن، بتوضح الحاجه بشكل كويس او بشكل مبسط، مش شرط بقى عربيه. تمام. قنوات اجانب وكده، دي برضو ايه هظبطها لك. تمام. والكتب برضو هنوضحها باذن الله، ودي الاقل في الاهميه، لان كده كده كل كليه ليها الكتب الخاصه بيها. طيب بعد كده الدرس الثالث اللي معانا، نصايح من اوائل الدفعه. ماشي يا سيدنا، جيب كام واحد باذن الله محترم يتكلم معاك، عشان برضه ما تبقاش واخد تجربه ياسين لوحده. حتى لو ياسين شاطر، لا خد التجربه من الناس كلها، خد مني ومن غيري ومن غيري ومن غيري، فنجمع تجارب فنشوف الانسب لينا فنشتغل. ولما نخلص الكورس برضه القناه بتاعتنا اللي هي قناه اليوتيوب اسمها دكتور ياسين عادل، الخلفيه بتاعتها او الباك جراوند هتلاقي صورتي بالرمادي شويه والباك جراوند اخضر فاتح. تمام. دي هتكون اصلا خاصه بكل ما يخص المحتوى الطبي، فهتروح تشترك فيها وتبعتها لاصحابك ونشتغل عليها باذن الله. تمام. طيب اخر حاجه باذن الله في الكورس بتاعنا، اللي هو المحتوى الاضافي دوت. المحتوى الاضافي الدرس الاول، لحظه واحده، الدرس الاول هيكون عباره عن طرق الطبيب بعد التخرج اللي احنا اتكلمنا عليها، ناخدها ايه بالتفصيل بقى. والدرس الثاني هيكون عباره عن البحث العلمي واهميته للطبيب. تمام. يبقى انت كده يا باشا داخل مستعد، مش عندك اي مشاكل. انا عاوزك برضو تبص على بيت الشعر دوت. تمام. الحقيقه يعني مش انا اللي حاطه، اخويا دكتور يحيى اللي حاطه. بص بقى يا سيدي، شوف بقى الكلام واسمع، شوف الكلام واسمع، ده خلاصه الخلاصه في الشغل بتاعنا. بص بقى بيقول لك ايه، استنى عليا، بيقول لك لو كان هذا العلم يحصل بالمنى. ماشي، ان انت لو العلم ده او اي ماده علميه عامه بتاخدها كده بالتمني والامنيات، بص بقى معايا بيقول لك ايه، ما كان يبقى في البريه جاهله. الناس كلها نفسها تبقى علماء، كل الناس، كل واحد عامل لي ابو العريف، بس هل الناس كلها علماء؟ لا، العلماء صفوه الصف. علم بقى في التجاره، في الطب، في الهندسه، في اي حاجه. يقول لك لو كان هذا العلم يحصل بالمنى، بالتمني ان انا نفسي ابقى عالم، لا ما كان يبقى في البريه جاهل، كانش بقى حد جاهل خالص. ولكن الموضوع مش كده، يقول لك ايه بقى، اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا. ماشي، يبقى اهم حاجه وكل حاجه ايه، لحظه واحده، يبقى اهم حاجه ايه، الاجتهاد وعدم الكسل وعدم الغفله، ده يظبط لك كل حاجه. تمام. فندامة العقبى لمن يتكاسل، الواحد اللي بيكسل هو شاب. انا واحد عندي صحه، لو كسلت وانا شاب مش هلاقي الصحه دي بعدين. تمام. انا كدكتور ياسين، انا والله انا بقول لك انا بفكر ازاي. انا واحد ربنا مديني الصحه وربنا مديني الطاقه، فهتلاقيني بتحرك هنا وبتحرك هنا وبعمل هنا وبعمل هنا. ليه؟ انا معايا صحه مش عارف افقدها امتى. تمام. فانت طول ما انت فيك الصحه يعني اجتهد هنا وهنا وهنا، وخلي عندك طاقه هنا وهنا وهنا. والموضوع مش بيجي من يوم وليله، لا، الموضوع بياخد منك اجتهاد، وفي مستويات انت نفسك ما تتخيلهاش توصل لها. دي كلها بتوصل لها امتى؟ احنا على فكره كلنا كنا تعبانين، وكلنا كنا في فتره يعني ايه ولا اي حاجه خالص. فانت بتجتهد يوم ورا الثاني، يوم ورا الثاني، يوم ورا الثاني. واهم حاجه طبعا ايه، النيه. انت بتجتهد عشان ربنا وانت تاخد الاجر والثواب، والاسم انت تكون عملت اللي عليك. تمام. بس بقول لك ايه، اجتهد، ربنا مديك الصح، فاجتهد وبلاش تكاسل وبلاش غفله. لان ايه، الانسان في الاخر او ندامه العقبه، الواحد اللي هيندم بعد كده لمن يتكاسل. تمام. يبقى الكسل ده مرفوض. تمام. احنا كده يا جماعه الخير خلصنا الجدول بتاعنا بنظام الشغل بتاعنا. لو حاسين والله ان الكلام بتاعي ممل او ان احنا بنطول، قولوا يا دكتور ما تطولش، او زي ما تحبوا يعني، وانا معاكم باذن الله 24 ساعه. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اديك المعلومه الصح، ان انا اديك كل اللي عندي.
تمام. حاسس ان انا بطول، هحاول اقول نفس الكلام بس ايه بمعدل اسرع باذن الله، لكن دي عشان المقدمه او الفرشه بتاعتنا، فانا حبيت ان هي تكون واضحه بالكامل، كل حاجه تكون واضحه. وربنا يكرمكم يا دكاتره، الحمد لله الحمد لله بفضل الله. معظمكم كان طلبه عندي، ودي حاجه تشرفني وحاجه اكون فخور بيها، وانا فخور بيكم زي ما قلت لكم كلكم، وكل زمايلكم برضو على فكره، بس فخور بيكم تحديدا عشان انتوا خلاص بقيتوا زمايلي في المهنه وكده. فبعد اذنك احترم المكان اللي انت فيه، وخلي دايما هدفك انت تكون ايه حاجه كويسه، تمام. وبلاش تتجه الاتجاهات السيئه لبعض الدكاتره، التعامل الوحش مع العيانين، الاسلوب الغير مهذب في الكلام، الشتايم اللي هو الروشنه بقى، يعني الواحد لما يقول الفاظ خارجه خلاص بقى كده ايه روش بقى واقصح، يعني اللي هو روش طحن يعني. بلاش الكسل، بلاش التعامل الوحش والتكبر على الناس، لان كلنا ولاد سبعه يا جماعه، ماشي، كلنا ولاد سبعه، احنا عارفين احنا مين وولاد مين، وكلنا يعني نفس الناس، يعني كلنا جايين من نفس البيئه يعني، تمام. فاحمد ربنا على الحاجه اللي انت وصلت لها، واجتهد يا ابني واسع، وباذن الله ايه ربنا يكرمكم، وانا زي ما قلت فخور بيكم كلكم، تمام. وباذن الله تكون فتحه خير عليكم، وعاوزه كده ايه تدعي دعاء البركه، وان ربنا يكرمني يا رب ويوفقني في باقي الطريق بتاعي وفي حياتي عامه، تمام. واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى نسيت اقول لكم حاجه، المواعيد يا جماعه الخير عندك في الجدول، ها برضه ايه نسينا نوضحها، المواعيد كلها عندك في الجدول، انا زي ما قلت ايه بحب النظام، عندك كل حاجه يا باشا في الجدول، ارجع كده يا معلم اهو. الترمينولوجي اول محاضره معانا امتى؟ اول محاضره، لحظه، اول محاضره يوم 10/8، حلو الكلام اهو، انا معاك في الصوره، اول محاضره 10/8، بعد كده المحاضره اللي عليها الدور 15/8، ماشي يا سيدنا. طيب بعد كده الاناتومي كله على بعضه، هو سهل اصلا، كله على بعضه 20/8 باذن الله، لحظه واحده كله على بعضه 20/8. طيب بعد كده الفسيولوجي 25/8، 25/8. طيب بعد كده يا سيدنا الهيستولوجي برضه 30/8. واخر حاجه ستادي سكيلز دوت هيبقى 5/9، ماشي. واللي بعده اللي هو المحتوى الاضافي يوم 9/9، بحيث يسيب لك ولا حاجه اسبوعين ولا يعني 10 ايام تبقى انت قاعد فيهم فاضي، مش عندك حاجه قبل الكليه تعمل كل اللي نفسك فيه، ماشي يا سيدنا. محدش بقى يراكم، المحاضرات خلاص اول باول، هي سهله جدا، اسمعها في ميعادها، واقرا PDF اللي هينزل لك بعد كل درس، ماشي يا محترم. انا كده خلصت اللي عندي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.